اهلا بكم في قناه ويكيبيديا المشاهير، موسوعه اخبار النجوم والمشاهير، وفيديو جديد بعد الاعلان رسميا من قبل الفنان تامر حسني عن انفصاله وطلاقه من زوجته السابقه الفنانه المغربيه بسمه بوسيل. الاعلان بدا من بسمه نفسها اللي اعلنت بعد انتهاء اجازه العيد انفصالها عن تامر حسني من خلال الستوري على انستجرام، وتامر النهارده اعلن رسميا انفصاله عن بسمه بوسيل، وكان في تفاصيل جديده عن الانفصال. وعرفنا ان الانفصال كان قبل شهر رمضان، وكان في مساعي للصلح من قبل بسمة، لكن تامر اصر على الانفصال. ودلوقتي اعلنت بسمة انفصالها رسميا، وبدأت تطلع اخبار عن علاقة بين بسمة ورجال اعمال مصريين وعرب. الكلام ده لسه لم يتم التأكد منه، واحنا في المناطق ديت ما بنحبش نتكلم كتير. لكن بسمة ظهرت النهارده هي واولادها في ستوري على حسابها في انستجرام، بترقص في السيارة وبترقص كمان في البيت، وكأن مفيش اي حاجة حصلت، وده اللي مفروض يتعمل. هنعرف تفاصيل كاملة، بس قبل البداية يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان نفضل دايما على تواصل. النهاردة وبعد 4 ايام من الاعلان من خلال السوشيال ميديا، اعلن تامر حسني رسميا انفصاله عن زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل بعد زواج استمر 12 عام انجبوا خلالهم 3 اطفال، ودول اللي احنا هنتكلم عليهم في اغلب الفيديو: تاليا وامايا وادم. بسمة في البداية اكدت الطلاق او لمحت للطلاق من خلال "وجعلنا بينكم مودة ورحمة". قالت ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، امين يا رب. ورد عليها تامر وقتها وقال لها سأظل الاب والاخ والسند الصديق وفي حفظ الله. وكان في رسائل متبادلة بين تامر وبسمة، ودي اثارت الكثير من الاعجاب، طبعا لان اللقا اخلاق والانفصال كمان اخلاق، او الفراق بيبقى اخلاق. انفصال تامر وبسمة كلمة اتقالت كتير، شائعة وخبر اتقال كتير، لكن لأول مرة الخبر يبقى رسمي. ده مش أول مرة يحصل انفصال أو طلاق بالمناسبة، لأن بعد ما حصل الطلاق اكتشفنا من خلال كلام تامر وبسمة إن الطلاق تم قبل كده في 2014 بعد الزواج بسنتين. وقتها انتشرت أخبار عن انفصال الثنائي لعدم الاتفاق وكثرة المشاكل، وكانت وقتها غيرة بسمة هي السبب، بتغير على تامر من المعجبات. واكد تامر وقتها ان الموضوع كبر جدا، لكن لم يتم طلاق رسمي. لكن اللي اتضح دلوقتي بعد مرور 9 سنين واكتر ان فعلا وقتها حصل طلاق. ووقتها قال تامر: انا بحترم بسمة كل الاحترام وسأظل احترمها مهما كان، ولن اقبل نهائيا التجريح بها حتى وان انفصلنا. كفاية كلام في الموضوع ده، دي حياتي وحياتها الشخصية والاصلح لينا ربنا اختاره. وقتها كان حصل طلاق فعلا، لكن سرعان ما تدخل عدد من المقربين ونجحوا في انهاء الخلافات بينهم وعادت الحياة بصورة طبيعية. دي كان اول مرة يحصل انفصال بين تامر وبسمة، كان وقتها معهاش غير بنتهم الكبيرة تاليا. في 2017 كمان حصل انفصال، لكن ما كانش فيه طلاق، كان الانفصال عن طريق تامر نفسه، اللي حصلت مشادة كبيرة بينه وبين بسمة. وقتها يقال ان تامر تعدى عليها بألفاظ خارجة، وحصل انفصال جامد جدا. لكن تم التصالح عن طريق احد الفنانين المصريين المعروفين، يقال انه ماجد المصري، والله اعلم. لكن وقتها برضه حصل انفصال، لكن ما حصلش طلاق. المرة الثالثة الانفصال كان في 2020، وكان الانفصال بسبب فنانة شابة اسمها يارا السكري. دي كانت المرة الثالثة لما اعلنت بسمة الانفصال والسير في اجراءات الطلاق. وقتها كتبت على انستجرام لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر مع بنات وشايفة ان ده بيعمل لي مشاكل، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي اي حاجه عشان مش فارق لي اي صور. وكمان احب اعرفكم ان احنا بقالنا فتره منفصلين وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الاقل تبعتوا لي انا اي حاجه، وبالتوفيق للجميع. بعتها عاتبها تامر، وبعد فتره قرر الثنائي انهاء الخلافات ورجعوا، ومن ساعتها تقريبا انفصلوا 3 4 مرات من 2020 لحد دلوقتي. لكن المره دي بالذات حصل انفصال رسمي او طلاق. خلال شهر رمضان كان في برنامج بيذاع على احدى الفضائيات اللبنانيه، استضاف الفنانه المغربيه جليله، اثارت جدل واسع واكدت انها على علاقه بتامر وان تامر انفصل. وقالت ساعتها
انها بسمة وتامر منفصلين وانها مش شمتانة في هذا الانفصال. وقتها الناس اعتبروا ان ده كلام بتقوله جليلة على طول، ان جليلة في 2021 خرجت اكتر من مرة هي وكان معاها واحد شاهد كمان صديق مشترك بينها وبين تامر، اكدوا ان تامر وبسمة منفصلين. فلما طلعت المرة دي كمان في شهر رمضان اللي فات واكدت انهم منفصلين، الناس ما صدقوش، لكن اتضح فعلا انهم منفصلين ومنفصلين من قبل رمضان. النهارده شفنا بسمة بتفاجئ الجميع من خلال رسالة جديدة ليها على انستجرام، وكمان رسالة فيديو ليها وهي بترقص وبتغني مع اولادها، وده بعد الانفصال رسميا عشان تؤكد ان الحياة مش هتقف. خرجت اخبار زي ما قلت لحضراتكم عن ارتباط عاطفي بين بسمة واحد رجال الاعمال، يقال انه مصري بدون ذكر اسماء، ويقال انه حد عربي يعني غير مصري، لكن دي اخبار غير مؤكدة. وهي وان كان حصل الطلاق فهي حتى قدامنا في حكم المطلقة ولسه في فترة العدة، فما ينفعش ان احنا نقول كلام زي كده، لان ان شاء الله ممكن يكون في مساعي للصلح، خاصة لما خرجت البلوجر المغربية جليلة واكدت ان مفيش اي علاقة دلوقتي بتربطها بتامر، وان قصة حبها بتامر استمرت لمدة 11 سنة من العام 2001 وانتهت من العام 2011 وانتهت في 2022، وانها دلوقتي ملهاش اي علاقة بتامر حسني تماما، واضطرت للافصاح عن علاقتها بتامر بعد ما وصل الامر للنيل من سمعتها. قالت ان الحب مش عيب ولا حرام، ولكن هي ما كانتش عايزة تتكلم في الموضوع دوت لولا ان الخناق ضاق عليها، لكن هي مش بتقول الكلام ده علشان عايزة ترجع لتامر تاني. شفنا بسمة بوسيل وهي بترقص وبتغني مع اولادها، وده شيء طبيعي جدا لان الاولاد معاها فعلا، وده اللي احنا هنتكلم عنه في بقية الفيديو، لان تأثير الاولاد او تأثير الطلاق على الاولاد وتأثير الاولاد على الطلاق كلاهما بيأثر في الاخر. طلاق اكيد بيأثر على مستقبل الاولاد اللي بيعيشوا مع اب فقط او ام فقط، وممكن يعيشوا مع زوج زي حالة هنا ومريم ابناء شيرين عبد الوهاب، وكتير من ابناء الفنانين الولد بيعيش مع زوجة ابيه. طبعا كتير موجودة ومفيش داعي لذكر امثلة ان الامثلة كتير جدا، لكن في الحالتين بيكون التربية غير سوية وغير سليمة. ممكن حد يشوف ان الفلوس الكتير اللي مع الفنانين او المشاهير من الفنانين بتخلي منهم بتبقى وسيلة لتربية ابنائهم، لكن ده غلط، لان الفلوس ما بتربيش، بالعكس ده الفلوس بتهدر التربية وبتبوظها. تامر حسني موجود على السوشيال ميديا بصفة اساسية، بيتكلم دايما عن التربية وعن الطموح وعن حاجات كتير جدا ممكن ما تكونش موجودة على الاقل عند اولاده بسبب انفصاله عن زوجته. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجمع بينهم تاني في خير باذن الله، ويا ريت يرجعوا لبعض علشان خاطر الاولاد. احنا بالنسبة لنا مش هيفرق كتير تامر متجوز مين او بسمة متجوزة مين، لكن اللي هيفرق بالنسبة لناس كتير من محبي تامر ومن محبي بسمة ايضا هو علاقة تامر وبسمة بالاولاد وتربيتهم ونشأتهم الصحيحة. مستني رأيكم في الكومنتات عن موضوع الفيديو، يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان نفضل دايما على تواصل. استنوني في فيديو جديد إن كان في العمر بقية، وآخر كلامي سلام عليكم.